تفضل. بسم الله. أنا أخوكم ناصر فرجاني، محامي من منزل بورقيبة. حبيت نوضح شيء مع بعض النقاط للتوانسة الكل باش نتجنبوا أنه الحركة هذه الشعبية اللي سمتها الناس انتفاضة أو ثورة أو غيره ما تمشيش معناتها هباء منثورة، وما يجنيش معناتها ثمارها بقايا النظام البائد. أنا إنسان مستقل، لاني متحزب لأي حزب كان أو غيره، لكن نظهر على تونس. نحن في تونس عملوا لنا في يومين انتقال للسلطة، مرة باسم الفصل 56 من الدستور على أساس عجز مؤقت للرئيس عن القيام بمهامه، ثم فصل 57 من الدستور على أساس ثغور بصفة نهائية لمنصب الرئيس، وتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة على أساس أنه باش يدعي في 45 أو 60 يوم على أقصى تقدير إلى انتخابات جديدة في تونس ينتخب فيها الرئيس. اللي نحبوا نبينوه قبل كل شيء وقبل النقطة القانونية هذه، أنه الأشخاص هذوما: سي فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب اللي تولى الرئاسة مؤقتا، الوزير الأول الغنوشي اللي عينوا الرئيس المؤقت، عبد الله القلال اللي هو رئيس مجلس المستشارين، رئيس المجلس الدستوري سي عبد الناظر. هذوما كلهم هما أذرع من أذرع النظام البائد، واللي يلزم التوانسة تعرفوا كونه ما يلزمناش باش الجهد التوانسي يتوقف فقط على بن علي وبعض أنفار من عائلته. يلزم بقايا النظام الكل اللي كانوا كابتين على المجتمع التونسي وخانقينه ومنعينه من أبسط مقومات الحياة، ومنعينه من أبسط الحريات كحرية التعبير، حرية الصحافة، حرية الاجتماع، حرية كذا. هذوما الناس الكل راهم باش يجنوا ثمار، يحبوا يخططوا باش يلتفوا حول الحركة الشعبية ذي ويجنوا ثمارها هما ويعاودوا يربضوا على صدورنا لسنين أخرى. اللي نحب نقوله كونه على أساس الفصل 57 من الدستور، وإذا كان باش تصير انتخابات في تونس في نطاق القوانين اللي مازالت موجودة تو، وخاصة قانون المجالات الانتخابية، قانون الأحزاب وقانون الجمعيات، باش يعاود يترشح مرشح آخر من بقايا النظام البائد. علاش؟ على خاطر فصل 66 بالتحديد اللي عندنا في المسألة هذه، واللي يحدد شروط مطلب الترشح لرئاسة الجمهورية، يقول أنه مطلب الترشح يجب أن يقدم من طرف 30 مواطن من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية. كنجو ننظروا تو لتونس، شكون باش نلقاو نحن؟ الإنسان اللي عنده 30 عضو في مجلس النواب وراه، أو 30 رئيس مجلس بلدي. ما ينجم يكون كان إنسان من بقايا النظام البائد، أي أن يكون إنسان من التجمع الدستوري الديمقراطي، هم يدعموه ويعطوه 30 صوت أو أكثر ويرشحوه للرئاسة. بالتالي باش نعاودوا نقعوا في نفس المعبوكة، باش يجينا شخص آخر من بقايا النظام ويعاود يحكم فينا مرة أخرى ويسرق ثمرة الشعب هذايا، ويسرق التضحيات هذه والأرواح اللي ماتت والممتلكات اللي مشت والمؤسسات العمومية اللي مشت، ويجنيها هو ويعاودوا مرة أخرى يغتصبوا إرادة الشعب. يلزم التوانسة الكل يكونوا فايقين أن إذا كان تو كان همنا صحيح، همنا هو تأمين الغذاء وتأمين الصحة وتأمين الأمن لأولادنا وعائلاتنا وكذا، إلا أن زاد لازم يكون من ضمن أولوياتنا كونه ناقفوا للعباد هذوما اللي يحبوا يسرقوا الثورة الشعبية هذه، وما نخلوهمش يأسسوا لنظام ديكتاتوري جديد على أساس القوانين اللي هما عاملينها، نقولوا نحن باللغه الفرنسيه سور ميزور، عاملينها على القياس. الدستور هذايا اللي موجود في تونس تو ما ينجمش يسمح لنظام ديمقراطي حر تعددي، لانه الدستور موجود سور ميزور، مفصل على نظام على مقاس نظام ديكتاتوري. القوانين المتعلقه بالحياه السياسيه كما قانون الاحزاب وقانون الجمعيات والمجال الانتخابيه هي قوانين مفصله على مقاس نظام ديكتاتوري بائد. الاولى بالتونسيين انهم يدعوا بصفة سلمية ولكن بصفة شعبية كبيرة عامة، يدعو إلى جمعية تأسيسية، إلغاء الدستور وتكوين وتحرير دستور جديد، يكون دستور يأسس للنظام فيه توازن للسلطات وفيه ضمانات تنجم تمنع أي إنسان آخر باش يكون على رأس البلاد، كسوة في نظام رئاسي أو برلماني أو غيره، باش ينجم يعاود يتعسف ويعاود يكبت الحريات ويعاود نرجعوا النفس الشيء اللي كانت تعاني منه تونس لمدة أكثر من 50 سنة تو. نحب نقول حاجة، كونه
نحن لازم يكون طلبنا الاساسي هو حكومه انتقاليه، وتكون حكومه انقاذ وطنيه تمثل كل شرائح المجتمع التونسي وكل المجتمعات والهيئات معناتها عن اعضاء المجتمع المدني والهياكل المهنيه، كما نقابة المحامين، كما عمادة الأطباء، كما الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمات الحقوقية الكل، رابطة حقوق الإنسان، كل الأحزاب اللي كانت مهمشة في تونس، لأنه طريقة الرئيس الوزير الأول هذا عاود دعاء شكون دعا 3 أحزاب محسوبة على النظام، حركة الوحدة الشعبية، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والحركة الديمقراطية الاشتراكية، هي كانت أحزاب ديكور باش يعمل بهم حكومة وطنية، باش يعطيها شوية فتات ويعاودوا هما بيدهم موالين من قبل موالين للنظام البائد. فنحن يلزمنا نفيقوا ونكونوا واقفين ونكونوا معناتها متكاتفين، كون تونس للناس الكل، تونس للتوانسة الكل، تونس فيها المسلمين وفيها العلمانيين وفيها اليساريين وفيها المثقفين وفيها الناس الكل، ويلزم تونس الشعب هو اللي يعاود يقرر شكون باش يحط، مش يلزم يعاودوا نفس الشيء كما عملونا قبل في 87 ويعاودونا نفس المعبوكة، يعطونا بعض الوعود الواهية هكايا ويعاودوا يأسسوا النظام على نفس الأسس القديمة اللي مع عمرها ما وصلت النتيجة باهية في تونس. فأنا نقرر أنه تونس الكل ضروري أنهم يخرجوا ويتظاهروا بطرق سلمية ويعبروا عن رفضهم لبقايا النظام البائد، لأنه النظام هذا ماهوش متمثل في بن علي فقط، بن علي كان رأس الحربة وعنده أذرع اللي تحت فيه في الشرعية كما المجلس الدستوري بتاع جمال عبد الناصر، ناس اللي تأسست لقوانين جائرة وقوانين معناتها خنقت الناس كما المجلس النواب اللي سي فؤاد مبزع ولا رئيس حكومة معناتها ماريونات يعملوا به اللي يحبوا، عبد الله القلال اللي يديه مسخة بأرواح التوانسة وبالسجن وقتل العديد في فترة التسعينات وقت كان وزير الداخلية، وبقية أعضاء الحكومة هذه وأعضاء الحزب هذايا. يلزم التونسيين الكل يوقفوا وقفة واحدة ويهبوا هبة واحدة باش يحافظوا على المكسب هذا اللي حققناه في شهر، وكما عملنا شهر نجم نعملوا أشهر أخرى. يلزم المفيد أن ما نخسروش الشيء هذايا وما يمشيش معناتها هباء منثور. رجائي كل رجاء أنه التونسي يكون واعي بصفة كبيرة ويعبر عن الوعي هذايا ويقف باش ما يخليش الناس هذه تعاود تغتصب ثمرة التضحيات اللي قدمها التونسي في الشهر هذايا. ورب إن شاء الله يوفقنا الناس الكل، ورب إن شاء الله يجعلنا كلنا في خدمة تونس.